البر ليست مواعظ، والبر ليست خطب، والبر ليس تلاوة آية وحديث فقط. البر برنامج عملي ينظر الأبناء إليك تفعله فيحاكون فعلك فترى منهم ما يذهل عقلك. برك أنت بأبيك وأمك. البار الذي لا يبحث والديه عنه، دائما بين عينيه، اللي يقول أبوه يا فلان أو أمه يا فلان وهما في الكبر ينادونه مهو بار ولو أتى. ونحن معاشر الآباء نحن أبناء، وما أردت أن تراه من أبنائك فافعله فعلا يراه أبناؤك منك عند أبيك وأمك. الرسول يقول عندما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك. اصبر ولو بصق في وجهك، اصبر ولو طردك، اصبر ولو شتمك، اصبر ولو أخذ مالك. لا زال يصبر ويصبر ويصبر، إنما هو يصبر على باب الجنة حتى يفتح له. ثم الجنة هناك. ليس البر في المال فقط، في العواطف، في الخضوع، في الذل، في الصحبة، في تفديهم بمالك، بوقتك، بكل عملك. أنت ومالك لأبيك. لو خدم الابن والده أو والدته وهو كاره أخرج الله من صلبه من يخدمه وهو كاره. بعضنا وجهه لا يتهلل لرؤية وجه أمه. قال العلماء النظر وحد النظر في وجه الأب والأم عقوق. لما؟ لأن لا بد أن تنظر إليهما بعين الرضا والرحمة، لأن الله قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والذل عمره ما صار له جناح إلا عند الوالدين، يطير بك إلى باب الجنة.